السلام عليكم ورحمة الله. إذا القمة العربية في دورتها 33 انعقدت اليوم في المنامة في البحرين، والتي دعي إليها بشار الأسد جزار سوريا. انعقدت القمة في ظروف أن حماس أوشكت على هزيمة نكراء، وأن حزب الله يتلقى ضربات نجلاء يوميا، وخاصة في هذه المواعيد، في هذه الأوقات المسائية. رأينا يوم أمس، ليلة أمس، كيف أن النيران وصلت إلى عنان السماء في البقاع، وصراخ الناس وهم يصفون الانفجارات ويتساءلون ما هذا السلاح، ما نوع السلاح الذي يستخدم ضد حزب الله. يطالعنا اليوم لينزي غراهام السيناتور الأمريكي بتصريح شديد الخطورة، يوجه تهديدا ليس إلى حزب الله فحسب، وإنما إلى لبنان، كل لبنان. يقول لهم: إذا أخطأ حزب الله وتجرأ أن يضرب إسرائيل فإن بيروت ستدمر، وسمى نوع السلاح الذي ستدمر به بيروت. بيروت التي لا تستقوي إلا على السوريين، تريد أن تطردهم من لبنان. ونسأل الله أن ينهار الاقتصاد اللبناني عندما يكتمل طرد السوريين أو يعودوا إلى رشدهم، وهذا سيحدث فعلا. كلما طردت دفعة من السوريين، صحيح أنهم يذهبون إلى سجون النظام ومنهم من يقضى عليه ويستشهد، لكن الاقتصاد اللبناني ينهار. ما أريد قوله إذن، الظروف التي تعقد فيها القمة العربية كلها مشتعلة، بما فيها الحدث الذي حدث يوم أمس، وأن من سوريا يتم تهريب السلاح إلى الأردن، وبالتالي تبادر الأردن إلى أول أمس إلغاء لقاء اللجنة العربية الخماسية، إلغاءها تماما، وكل ذلك من أجل الأسد، ومن أجل ألا يحضرها ممثل الأسد وزير خارجيته المقداد. واليوم يحضر القمة بشار الأسد، لكن ممنوع من الكلام. هذه سابقة لم تحدث في تاريخ القمم، أن زعيما عربيا يمنع من الكلام. ماذا تستنتج أنت أيها السوري المتشائم، والذي تنشر التشاؤم والذي تذر التشاؤم هنا وهناك على أساس أنك ذكي أو تتذاكى؟ ماذا تستنتج من هذا الأمر؟ هل هذا الأمر يمر مرور الكرام؟ هل ستظل تسوق بأن بشار الأسد مطلوب وده من قبل الدول العربية وأنهم أعادوه عريسا على جامعة الدول العربية؟ لا، مطلقا. إنما هي تكتيكات حدثت، ووصل العرب إلى استنتاجاتهم، وكرست المملكة العربية السعودية موقفها. بالمناسبة، السعودية اليوم كانت بوصلة القمة العربية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأنا هنا لا أبالغ. من يراجع خطاب ولي العهد محمد بن سلمان ويدقق في الكلمات كلمة كلمة وجملة جملة، يجد أن تحتها حلا، وأن تحتها طرحا استراتيجيا يعود للمنطقة بكل خير وبكل سلام وأمان. إذن بشار الأسد ممنوع من الكلام، بالتالي هو ممنوع من السياسة، ممنوع من التعاطي، ممنوع أن يخطب في العرب ويتفهمن عليهم ويؤستز نفسه عليهم. هذا أصبح من الماضي، لأنه أخل بالتزاماته، وبالتالي أنا أعتقد بأنه جاري العمل على إجراءات ترحيل الأسد عربياً.